ومعنا في بداية البث خبر مؤسف للغاية، خبر حزين لكل المسلمين، وهو احتراق المسجد الكبير في مدينة إسكيلستونا السويدية، مدينة من مدن السويد، وهذا يعد من أكبر مساجد المدينة. وفشلت فرق الإطفاء في إنقاذ المبنى الذي احترق بالكامل، وإلى الآن الدخان الكثيف يتصاعد من المبنى ويراه سكان المدينة. الخبر يتصدر الصحف السويدية والمواقع، هذه القناة الرابعة السويدية، هذا طبعا موقع التلفزيون السويدي، صحيفة أفتون بلادت، وكذلك صحيفة إكسبريسن، وهذه بعض الفيديوهات من الحريق. خلونا نشوف الفيديو. طبعا المبنى احترق بالكامل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا زي ما انتم شايفين سقف المسجد بالكامل احترق، وإلى الآن الوقت اللي احنا بنتكلم فيه فرق الإنقاذ لم تتمكن من إيقاف الحريق إلى الآن، وقالوا نحن فقط نعمل على عدم انتقال الحريق إلى أماكن أخرى. هذا هو ما يسعون إليه الآن، إنه خلاص قالوا المسجد خلاص انتهى، ولكن لا نريد أن ينتقل الحريق إلى مناطق أخرى. هذه المشاهد. وطبعا البوليس وضع حاجز حول المسجد ومنع الوصول إليه أو أي شيء. طبعا حادثة مؤسفة للغاية. والذين يسألون، الأخ الكريم يقول هل يذكرون سبب الحريق؟ نعم، سبب الحريق هم يقولون أنه متعمد، ويحققون في تورط عصابات إجرامية بدوافع سياسية. هذا ما ذكروه في الخبر، وسوف أعرض لكم بعض الأمور لاحقا. Eskilstunas största moské och röken syns över stora delar av staden. Huvudbyggnaden kommer inte gå att rädda. Räddningstjänsten jobbar därför med att försöka rädda tillbyggnaden. طبعا يا جماعة يعني سبحان الله، أنا مش عايز أتكلم كتير في موضوع الحريق، إنه دولة زي السويد عندها إمكانات هائلة. لا يخفى على أحد إنه السويد تمتلك إمكانات هائلة في الإطفاء وطائرات لا تتمكن من إطفاء مبنى زي ده. ما لو حصل عندكم حريق كبير في مصنع أو أي شيء هتعملوا في إيه؟ لو حصل عندكم حرائق كبيرة في المباني، مثلا مجموعة حي كامل احترق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولا في مبنى مثلا الغاز ضرب فيه، يعني إيه اللي هتعملوه؟ مش فاهم. En förundersökning har inletts gällande mordbrand. Polisen kommer att utreda vad som kan ha orsakat branden. Polisen uppmanar också boende i området att stänga dörrar och fönster så röken. وهذا آخر مشهد من التلفزيون السويدي. زي ما انتم شايفين طبعا ما فيش أي تعامل مع الحريق، يقولون لم نتمكن من فعل أي شيء. الحريق كان كبيرا والتهم كامل سقف المسجد وانتقل إلى الأجزاء الداخلية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا الإخوة اللي بيسألوا ما هو السبب، من الذي فعل ذلك، الله أعلم. الشرطة إلى الآن تقول أنه الحريق متعمد، وهذا ما جاء في الأخبار السويدية، وقالوا أن هناك دوافع سياسية، هناك عصابات إجرامية ودوافع سياسية. طبعا احنا كلنا عارفين مين اللي وراء هذا الأمر. أنا هعطيكم مفاجأة، الذي يقف خلف هذا الأمر هي الحكومة السويدية. طبعا يعني مش هقول ان هم كلفوا حد يحرق هذا المسجد، لكن تصرفات الحكومة السويدية هي التي أدت إلى حرق هذا المسجد، وسأذكر لكم لاحقا. المهم هنا انه مسؤول المسجد، وهذه معلومات مهمة جدا، مسؤول المسجد اسمه أنس، قال إن الحريق اندلع بهدف الاعتداء على المصلين، والمسجد تعرض لتهديدات سابقة وقدموا بلاغات للشرطة. ليس هذا فحسب، هناك أيضا معلومة خطيرة ذكرت في كل الأخبار تقريبا في التلفزيون السويدي، وذكرت في أفتون بلادت، وذكرت في إكسبريسن، أن العائلة التي تسكن بجوار المسجد، شوف يا جماعة، في أسرة يعني تسكن بجوار المسجد، عندهم بيت مسلمين، تعرضوا خلال العام الماضي لتهديدات واعتداءات جسدية، وقدموا بلاغات للشرطة. سنة كاملة يتعرضون للاعتداءات والتهديدات، والنتيجة الآن فوجئنا بهذا الحريق، فوجئنا بأن المسجد حرق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع بقى، من الذي تورط في هذا الأمر؟ أنا لا أعرف الشخص بعينه، الشرطة نفسها ما تعرفش، محدش يعرف.
في دلوقتي الصحف عماله تنشر كذا معلومه، مره يقول لك انه في خلافات على المسجد، ومره يقول لك المستاجر، مره يقول لك عصابه اجراميه كما قالت الشرطه، مره يقول لك دوافع سياسيه. ما لي علاقه بهذا الكلام. الذي يقف خلف حرق المسجد هي الحكومه السويديه التي اباحت للمجرم سلوان موميكا وراسموس بالودان حرق المصحف الشريف علنا امام المسلمين، بل وتقبض على من يتدخلون لحمايه المصحف. نعم، المصحف الشريف، وهذه رسالة لمن يراقبون القناة، أكبر قيمة عندنا من هذه المباني كلها، من هذه الحجارة. المصحف الشريف أقدس وأكبر قيمة عندنا من هذه المباني. والذي شجع على حرق هذا المسجد هي الحكومة السويدية التي تحمي وتوفر ملايين الكورونات من أجل حماية المتطرفين الذين يحرقون المصاحف ويرسمون الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي أحرق هذا المسجد هو الذي يدعم سلوان موميكا يوميا في حرق المصحف الشريف، وهو الذي يشارك الحكومة، حزب SD، الحزب المتطرف هذا كلهم متطرفين، يشارك في الحكومة وهو يحرض على المسلمين يوميا وينشر الكراهية ضد الإسلام ويسب النبي صلى الله عليه وسلم من داخل قاعة البرلمان والحكومة، من داخل الحكومة السويدية. هذا هو السبب في حرق المصحف الشريف وفي حرق المسجد، وقريبا والعياذ بالله يريدون حرق المسلمين. نعم، وكل هذا طبعا تحت دعوة حرية الرأي والتعبير. موضوع حرق المصحف، ما هيقول لك أنا برضه أنا حر. خلاص، أنا النهاردة عمال أشوف واحد عمال يحرق المصحف ويقول لك القرآن هذا مليء بالنصوص والقتل واعمل وكذا ويحرض على المسلمين، والحكومة السويدية تحميه. فطبيعي جدا واحد سويدي أو مجموعات سويدية يتجرؤون لحرق المصحف الذي يصلي فيه هؤلاء أتباع المصحف اللي هم بيقرأوا في هذا المصحف. مش ده شيء طبيعي؟ الحكومة السويدية تنشر الكراهية يوميا ضد الإسلام بدعوى حرية الرأي والتعبير. وأنا أتكلم هنا عن جزء من الحكومة، نتكلم عن حزب SD اللي هو أصلا مشارك مع الحكومة الحالية. ونحن حذرنا سابقا، لي حلقات كثيرة لا أكرر كلامي، حذرنا سابقا وقلنا إن حرق الكتب هو مقدمة لحرق الإنسان. الآن بعد مرحلة حرق الكتب انتقلنا إلى حرق المساجد. نعم، نحن الآن في مرحلة حرق المساجد، وكما شاهدتم النهاردة مشهد خطير جدا، مشهد مخيف جدا. الذي شجع على هذا المشهد هي الحكومة السويدية. الحمد لله. بعض الإخوة بيقولوا هل هناك إصابات؟ الحمد لله لا توجد إصابات ولا وفيات هذه المرة، ولكن ما المانع؟ أنا بسأل والله هذا السؤال، أنا لا أخوف أحدا، لكن إحنا حذرنا. ما المانع المرة المقبلة الذي أحرق المصحف ثم أحرق المسجد يحرق الإنسان؟ إيه المانع؟ إيه المانع يعني؟ هو أصلا يرى ضرورة حرق هؤلاء أتباع هذا الدين، فعادي جدا ممكن واحد يعمل هذا الشيء وغير مستبعد، ولا شيء يأتي صدفة. الناس اللي مفكرين إنه الأمور دي بتيجي صدفة فجأة كده واحد يصحى من النوم يعمل هذا الكلام، يا جماعة لا، في شيء اسمه التدرج في الأحداث. يعني إحنا مرة أخرى وثقت سابقا حرق الكتب، حرق التوراة في ألمانيا، لما الجماعة النازيين حرقوا التوراة في الجامعات واستمرأوا ذلك وتجرؤوا على ذلك، ما الذي حصل بعدها؟ يلا اسألوا نفسكم. حصلت مذبحة كبيرة وحصلت محرقة كبيرة جدا جدا. فلا أحد يقول لي إنه الأمر ده عادي كده، واحد كده متطرف، لا، هذا الكلام أنا أتهم به الحكومة السويدية. يلا خلينا بقى نرجع تاني نتكلم عن هذا الموضوع. الحكومة السويدية إذا لم توقف كل أعمال الكراهية وحرق المصحف وشتم الإسلام من داخل قاعة البرلمان والحكومة، فهذه الأحداث سوف تكون أكبر بكثير. يعني هذه حادثة خطيرة جدا جدا، ولازم المسلمين يتكلموا. هذه الأحداث خلي بالكم، خصومنا من اليهود والنصارى والشواذ وغيره وغيره بيستعملوا أي حادثة تحصل ليهم وأي مشكلة بيستخدموها استخدام كبير جدا لأخذ قوانين وسن تشريعات وعمل أشياء كثيرة جدا. بالمناسبة يعني، فأين هذه المؤسسات الإسلامية الموجودة في السويد تتحرك قبل فوات الأوان، قبل أن تجدوا المسجد الثاني؟ هذا يقولون هذا أكبر مسجد في مدينة اسمها إيه؟ يعني المدينة اسمها غريب شوية، إسكيلستونا، اسمها غريب شوية. فهذا هو التدرج. ومهما كان الفاعل، أنا لا أعرف من الفاعل، مهما كان الفاعل
هذه نتيجة طبيعية للتحريض المستمر ضد الإسلام والمسلمين. هذا رأيي والله أعلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأدعو جميع المسلمين داخل السويد، احنا ما لناش علاقة، انتم تحركوا وأوقفوا هذه الكراهية ضد الإسلام قبل فوات الأوان، قبل زيادة الاعتداءات على المحجبات وعلى الشباب. على فكرة في عمليات قتل حصلت لشباب مسلم خلال السنة اللي فاتت، حوادث قتل كثيرة، ولكن للأسف الشديد تقيد ضمن حرب العصابات. يعني في أم صومالية طلعت في قناة الجزيرة وتكلمت عن ابنها الذي قتل في حرب عصابات، ابنها ملوش علاقة بيهم، ابنها ماشي في الشارع قتل، شاب مسلم زي الورد صومالي من أصول صومالية في السويد. هذا في برنامج للقصة بقية، عملوا تقرير طويل جدا حول الكراهية ضد الإسلام والمسلمين في السويد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. مش هطول